بيبدأ المسلسل مع مجموعة أطفال بيلعبوا لعبة اسمها الحبار، واللعبة دي بتكون من فريقين، فريق للهجوم وفريق للدفاع. واللاعب اللي بيقدر يدخل لرسمة الحبار بتاعة الفريق التاني بيسموه المفتش، وهو بس اللي بيقدر يمشي على رجليه الاتنين عكس بقية الفريقين. ولو المهاجم قدر يوصل لراس لعبة الحبار من غير ما المدافع يمنعه من الوصول بيبقى انتصر على المدافعين، ولو فشل المدافعين هما اللي بيكسبوا. بعدها بنشوف شخص اسمه سيونج وهو بياخد فلوس من أمه العجوزة اللي مش بتكون طايقاه، وبتطلب منه يجيب هديه لبنته علشان عيد ميلادها. فبيقول لها سيونج انها مدياله مبلغ صغير وبيكون متضايق منها جامد، فبتطلب منه يروح يدور على اي شغل بدل ما هو قاعد عواطلي، وبتساله هو هيقدر يسدد ديونه دي ازاي، وبتسيبه تمشي. ولحظتها بيسرق منها سيونج كارت الفيزا بتاعها اللي بتكون مخبياه منه في المطبخ. ولما بيوصل للصراف الآلي علشان يسحب فلوس بيلاقي امه غيرت رقم الكارت بتاع الفيزا، وده بيضايقه جدا ومش بيكون عارف يتصرف ازاي، وبيخاف جدا لانه بيكون ليه محاولة واحدة بس قبل ما المكنة تسحب منه الكارت. فبيحط سيونج تاريخ عيد ميلاد بنته وبينجح فعلا، وبيسحب مبلغ مالي من فيزا امه. وبعدها بنشوفه في كازينو عمال بيراهن على سباق الخيل، وبيفشل سيونج في اول رهان وبيخسر جزء كبير من فلوسه، ولكن في تاني رهان بيكسب مبلغ مالي ضخم جدا اضعاف الفلوس اللي كان بيراهن بيها، وبيكون سعيد جدا لدرجة ان هو بيدي 10,000 للموظفة بتاعة الكازينو. وبعدها بنشوف سيونج اللي بيكون مؤجر شخص علشان يولع له سجارة مش اكتر، وبيتصل على بنته وبيعرفها انه هيعمل لها مفاجأة بالليل بمناسبة عيد ميلادها، وبيتكلم بثقة كبيرة علشان بيكون كسب مبلغ كبير جدا من المراهنات. ولكن لحظتها بتيجي الديانة اللي بيشوفهم وبيقرر يهرب منهم، وبيدخل لحمام الكازينو فبيدخلوا وراه وبيطلبوه بالفلوس، فبيقول لهم انه هيدفع لهم فلوسهم، لكن بيلاقي ان الفلوس مش في جيبه ولا معاه مليم، فمش بيكون سيونج فاهم فلوسه راحت ازاي. وبيوعد الناس الديانة دول انه يسد ديونه، وبيطلب منهم ما يقتلوهوش، فبيضربوه وبيعرفوه انهم هيسيبوه شهر واحد بس وهيرجعوا له تاني، وبيعرفوه ان هم هيخلصوا عليه المرة دي بجد لو ما سددش الديون. ولما بيمشوا بيروح سيونج لموظفة الكازينو وبيطلب منها ترجع له الفلوس اللي اداها لها هدية، وبتدي له الموظفة الفلوس وهي مستغربة جامد. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيحاول يكسب لعبة من شباك الالعاب، لكنه بيخسر في كل مرة وبيفشل بشكل متكرر، وبيخسر كتير من الفلوس اللي اخدها من موظفة الكازينو. ولحظتها في طفل بيقول له انه بيفشل لانه مش مركز على لعبة واحدة، ولما بيساعده الطفل بينجح وبيكسب لعبة. وبعدها بنشوف سيونج اللي بيكون قاعد مع بنته واللي مش بتكون عايزة تاكل، وبتعرفه ان هي اكلت مع جوز امها، ولما بيزعل سيونج بتضطر تاكل من الاكل اللي هي معتبراه رخيص علشان ترضيه مش اكتر، وبيديها سيونج هديتها اللي بتكون ولاعة على هيئة مسدس، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض. وبيكون سيونج سعيد جدا وبيوعدها ان هو هيجيب لها هدية قيمة احسن من دي في عيد ميلادها اللي جاي. وبعدها بنشوفه بيوديها لمراته اللي بتهزقه، وبتسأله هو اخد البنت معاه ليه، وبتاخدها وبتمشي. ولما بيروح بعدها للمترو بيجيله شخص وبيسأله اذا كان عاوز يلعب معاه لعبة اسمها الداكجي، وبيعرفه ان هو هياخد ظرف وهو هياخد ظرف تاني لونه مختلف، وبيقول له انه لو قدر يخبط الظرف التاني اللي على الارض ويقلبه على ظهره هيكسب 100,000 وون. فبيوافق سيونج على طول لما عرف ان فيها فلوس، ولكن بيفشل في قلب ظرف الخصم فبيضربه ده بالقلم لانه مش بيكون معاه 100,000 علشان يدفعهم له. وبيفضل سيونج يحاول ويفشل ويتضرب بالقلم لحد ما بيكسب في مرة واحدة بس، والحظه بيديه الشخص المجهول 100,000 وون، وبيسأله اذا كان عايز ينضم لهم علشان يلعب العاب تانية ويكسب منها فلوس اكتر. فبيقول له سيونج ان هو مش مهتم وبيتجاهله ومش بيكون مركز غير في الفلوس اللي كسبها. فبيضطر الشخص المجهول انه يقول له عنه كل حاجة، بيفرد له تاريخ حياته كله من ساعة ما انطرد من شغله لحد ما طلق مراته واتداين للديانة ب 100 مليون وون، ده غير ال 250 بتوع قرض البنك. وبيديله الكارت علشان لو غير رأيه وحب ينضم، وبيسيبه يمشي. ولما بيروح سيونجو للبيت بتعرفه امه ان بنته هتسافر مع امها وجوز امها لامريكا، وبتطلب منه يرجع بنته علشان تعيش معاهم قبل ما تسافر وتنساه للابد. فبيقول لها سيونج انه مش هيعرف يرجعها، وبيسألها هو انت ناسيه الاتفاق اللي وقعت عليه يوم طلاق مراتي؟ فبتقول له انه لو بقى معاه فلوس هيقدر ياخد حضانة بنته بحكم من المحكمة، وبتطلب منه انه يتصرف ويبقى مقتدر ماديا قبل ما بنته تسافر لامريكا ويفقدها للابد. فبيفكر سيونج في كلام امه وبيفتكر ذكرياته مع بنته، وبيقرر يكلم الرقم اللي على الكارت اللي اداهوله الشخص المجهول. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيركب عربية مجهولة بعد ما بيقول كلمة السر للسواق، واول ما بيركب بينام سيونج بسبب الغاز اللي بيشمه وبيفقد وعيه. ولما بيصحى بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه في مكان مريب
غريب وكل الناس اللي معاه لابسين نفس اللبس اللي عليه، لكن كل شخص فيهم بيكون مكتوب عليه رقم مختلف، وكل الناس دول بيكونوا متراقبين من مجموعة اشخاص بيكونوا لابسين نفس اللبس برضه. ولما بنرجع لسيونج بنشوفه وهو بيسأل راجل عجوز اسمه إيل نام عن السبب اللي يخليه يجي المكان زي ده، وبيسأله اذا كان لسه محتاج فلوس وهو عجوز كده. فبيقول الراجل ده ان هو مريض بورم في المخ وممكن يموت في اي لحظة، وبيعرفه ان مفيش اي حاجة اصلا فارقة معاه دلوقتي، علشان كده هو جال المكان ده. ولحظتها بيشوف سيونج بلطجي وهو بيضرب النشالة اللي سرقته، فبيروح علشان يضرب النشالة، ولما بيتخانق معاها وبيحصل هرج ومرج بيجوا اعضاء المنظمة المقنعين اللي بيطلبوا من الكل انهم يقفوا ثابتين، وبيعرفوهم انهم هيلعبوا كذا لعبة واللي هيكسب فيهم هياخد مبلغ مالي كبير جدا. فبيقول لهم شخص من اللاعبين انه ما يقدرش يثق في كلامهم، وبيسأله هو ازاي يخطفهم ويجيبهم للمكان ده بعد ما نومهم. فبيقول له عضو المنظمة ان كل اللي هنا مديونين وانهم انضموا بارادتهم بعد ما لعبوا لعبة الداكجي وكسبوا منها، وبيعرض تاريخ ناس عشوائيين منهم وبيكون في ناس مديونة بمليارات، وبيعرفهم عضو المنظمة ان اللي هيكسب فيهم هياخد مبلغ هم هيحددوه بعد كده من خلال لعبهم، وبيقول لهم انهم مجموعة من الفشلة والمطرودين وانهم مش هيقدروا يسددوا ديونهم غير لما يلعبوا الالعاب اللي زي دي، وبيوري لهم الحصالة اللي هتتخزن فيها الفلوس. ولحظتها بيمضي الكل على استمارة اتفاق اللعبة، واللي بيكون اول بند فيها ان اللاعب ما ينفعش يوقف اللعب، وتاني بند ان اللاعب اللي هيوقف اللعبة هيعتبر خسران، وتالت بند ان اللعبة مش هتنتهي غير لما الاغلبية يوافقوا على انها تنتهي. وبعدها بيروحوا المشاركين لصالة الالعاب اللي بتكون ليها ممرات غريبة، ولما بيوصلوا لمكان اللعبة بيشوف سيونج سانج جارو اللي كان مفكر ان هو مسافر بره كوريا، وبيسأله اذا كان مديون بجد، ومش بيكون مصدق لان سانج خريج جامعة كبيرة وكان بيشتغل موظف في مكان محترم. فبيقول له سانج انه مش عايز يتكلم في حاجة دلوقتي وبيمشي. وهنا بنشوف القائد وهو بيدي اشارة بدء اللعبة، واللي بيكون شرطها ان اللي هيتحرك بعد ما يسمع جملة اشارة خضراء اشارة حمراء يخسر ويتم اقصائه. فبيضحك الكل من تفاهة اللعبة وبيقولوا انهم هيكسبوا بكل سهولة. ولما بتبدأ اللعبة المشاركين بيتحركوا علشان يوصلوا لخط النهاية، لكن في شخص بيتحرك بعد ما بتسكت اللعبة اللي بتقول اشارة خضراء اشارة حمراء، فبينضرب بطلقة وبيموت على طول. مش بيكون في حد مستوعب او مصدق ان اللاعب اللي معاهم مات، ولما بيقرب منه لاعب تاني وبيشوفه غرقان في دمه ويتأكد ان هو مات بيجري واللعبة شغالة فبيموت هو كمان. ولما المشاركين بيشوفوا ده بيحصل هرج ومرج، وفي مشاركين كتير جدا بيخافوا وبيجروا وكلهم بيموتوا، لكن اللي بيفضل ثابت مكانه مش بيحصل له حاجة. وبيشوف قائد المنظمة اللي بيحصل ده من ورا شاشة وهو مستمتع وبيشرب المشروب بتاعه. وهنا بيلاحظ سانج ان اللعبة فيها جهاز استشعار، وبيعرف سيونج انه لو مشى ورا شخص جهاز الاستشعار مش هيقدر يشوفه ومش هيموت، وبيطلب منه يتحرك وما يفضلش واقف في مكانه لان اللعب بوقت، ولو الوقت فات وهو لسه ما وصلش لخط النهاية هيتم اقصائه. فبيسمع سيونج كلامه وبينفذ اللي قال عليه. وهنا بنشوف اللعبة وهي بتقتل اي حد بيتحرك بعد ما تقول جملتها، وبينجح مجموعة من المشاركين انهم يوصلوا لخط النهاية وهم احياء، لكن وقتها سيونج بيبقى لسه في الساحة، ولما بيتحرك بيدوس على شخص ميت ويقع. وقبل ما نشوفوا اللعبة بيمسكوا علي اللي بيكون مشارك معاه وبينقذ حياته من الموت، وبعدها بيوصلوا سوا لخط النهاية وبينفذوا بجلدهم في اخر ثانية. واللي بيتبقى في ساحة اللعبة بعد ما وقت اللعبة بينتهي بيموت بالرصاص. بنعرف وقتها انهم على جزيرة معزولة وسط البحر، وكل الجثث اللي مات بتتحرق وبيتخلصوا منها اعضاء المنظمة. وبعدها بنشوف عضو المنظمة وهو بيعرف المشاركين انه مات منهم اكتر من 200 مشترك، فبيترجوه المشاركين اللي بيكونوا خايفين جدا انهم ما يسيبوهمش يمشوا ويخرجوا من المكان اللي هم فيه ده. فبيقول لهم عضو المنظمة انهم لو كملوا هيكسبوا فلوس مهولة، وبتنزل الحصالة وقتها وبنشوفها وهي بتتملى بالفلوس، لان كل مشارك بيموت الحصالة بينزل فيها 100 مليون وين، وبيكون في الحصالة لحظتها اكتر من 200 مليار. ولما بيعملوا تصويت على مين يكمل ومين ينهي اللعبة بيختار سيونج ومجموعة غيره من المشاركين ان هم ينهوها، لكن في مجموعة غيرهم بيكونوا عايزين يكملوا لعب، واخر مشارك بيدخل علشان يصوت بيختار ان هو ما يكملش. وبكده المجموعة اللي اختارت انها ما تشاركش بتفوز بفرق الصوت بفضل الراجل العجوز. فبيخرجوا المشاركين بره المسابقة، لكن بيعرفوهم انهم يقدروا ينضموا ليهم من تاني، وبيرموهم في الشوارع بعدها وهم متغمين وفاقدين الوعي. ولما بيروح سيونج للشرطة علشان يعرفهم بكل اللي حصل ضابط الشرطة مش بيصدقوا، ولما بيتصل على رقم المنظمة بترد عليه واحدة وبتهزقه، وده اللي بيخلي الشرطة يرمي سيونج بره القسم لانهم بيفكروه شخص
شخص جاي بيستعبطهم. وبعدها بيعرف سيونج ان امه جالها غرغرينه في رجلها بسبب مرض السكر، وبتكون عايزه تعمل عمليه بتر لرجلها علشان ما تموتش، فبترفض ام سيونج انها تعمل العمليه علشان ظروفهم الماديه. لكن سيونج بيكون متضايق جامد وبيعرف امه انه هيتصرف وهيجيب لها فلوس علشان تعمل بيها العمليه. ووقتها بنشوف ضابط شرطه اسمه هوانج وهو بيدور على اخوه المفقود، ولما بيروح للشقه اللي كان قاعد فيها بيلاقي كارت المنظمه اللي شافه في القسم مع سيونج. وبعدها بنشوف علي اللي بيروح للمصنع اللي كان شغال فيه وبيضرب مديره علشان ياخد منه فلوسه اللي كان واكلها عليه. بياخد الفلوس ويهرب من المكان. ولحظتها بنشوف سانج اللي بيتصل على امه وبيعرفها انه شغال شغل كويس، وبيعرفها كمان انهم هيبقوا اغنياء قريب جدا. فبتفرح امه وبتتفاخر بيه، لكنها بتتفاجئ بالشرطه اللي بتدور على ابنها علشان يسدد الديون اللي عليه. وهنا بتفهم ام سانج ان ابنها كان بيكتب عليها علشان يريحها مش اكتر. ولما بنرجع لسانج بنشوفه وهو بيحاول ينتحر، لكنه ما بيعملش ده، وبيلاقي كارت المنظمه الجديد اللي فيه حد سابه له قدام باب شقته. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيحاول يستلف فلوس من كل اللي يعرفهم علشان يعمل العمليه لامه، لكن مفيش حد بيرضى انه يسلفه بسبب سمعته السيئه. وبالصدفه بيقابل سيونج إيل نام الراجل العجوز اللي بيعرفه انه قرر يرجع للمنظمه من جديد ويلعب، وبيعرفه انه هيعمل ده علشان عايش حياه اشبه بالجحيم من ساعه ما خرج من المنظمه. وبعدها بنشوف الضابط هوانج وهو بيطلب من سيونج انه يساعده ويلاقي اخوه، فبيقول له سيونج انه مش فاضي يساعد حد وبيمشي علشان يروح، لكنه لحظتها بيلاقي كارت المنظمه متعلق على باب شقته. وبعدها بنشوف مجموعه من المشاركين اللي بيقرروا انهم يرجعوا للمنظمه من تاني بعد ما بيدركوا ان خلاصهم الوحيد من حياه الفقر والمطارده اللي عايشين فيها انهم يكسبوا الجائزه من المنظمه حتى لو على حساب موتهم. وبالفعل بنشوف سيونج وغيره من المشاركين وهم بيركبوا العربيات من تاني، والكل بيغمى عليه ما عدا كانج النشاله اللي بتقدر تتجنب استنشاق الغاز. وهنا هوانج ضابط الشرطه بيكون ماشي وراهم، ولما بيوصلوا لسفينه واقفه في ميناء مدينه موجين بيبعت هوانج لرئيسه رساله بيعرفه انه مش هيقدر يجي لقسم الشرطه النهارده، وبيروح لعربيه من العربيات اللي بتدخل للسفينه وبينزل تحتها وبيفضل مستخبي. وفي الوقت اللي اعضاء المنظمه بينقلوا المشاركين فيه بيظهر هوانج فجاه وبيقدر يخلص على شخص فيهم ويلبس هدومه علشان يبقى واحد من اعضاء المنظمه. وبعدها بنشوف اعضاء المنظمه وهم بيفتشوا المشاركين وبياخدوا منهم حاجاتهم، لكن كانج بتقدر تخبي منهم السكينه بتاعتها لانها بتكون واعيه عكس باقي المشاركين. وبعد فتره بنشوف سيونج اللي بيكون راجع لوعيه وهو بيصحي المشارك العجوز وبيقوله انه كان فاكره مات. وبعدها بيكون سيونج واقف مع جاره سانج وبيجي علي اللي بيتكلم معاهم، وده بيخليهم يبقوا اصحابهم الثلاثه. وبيقترح عليهم سيونج يكونوا فريق ويساعدوا بعض اثناء اللعب، وبيوافق علي على طول. ولما بيسمعهم إلنام بيطلب منهم ينضموا لهم فبيوافقوا. وبعدها بنشوف البلطجي وهو عامل فريق خاص بيه هو كمان زي فريق سيونج، ولما بيطلب من كانج انها تنضم لفريقه بترفض وبتشتمه وبيكونوا عايزين يتخانقوا سوا. ووقتها بيظهر عضو المنظمه اللي بيعرف القائد ان 93% من المشاركين اللي كانوا قبل كده رجعوا من تاني، فبيطلب منه وهو متضايق انه يراقب بقيه اللي مجوش. ولما بنرجع لسيونج بنشوفه وهو بيعد العاب الاطفال اللي ممكن المنظمه تخليهم يلعبوها، فبيقول له علي انه ما يعرفش اي لعبه من دول، فبيطمنوا سيونج ويقولوا انهم هيساعدوها علشان يفهم كل حاجه. وبعدها بنشوف الضابط هوانج اللي بيكون مقنع زي بقيه افراد المنظمه، ولما بيقلع قناعه علشان ياكل بيتعمد يبص لجهه مختلفه عن كاميرات المراقبه علشان مفيش حد يشوف وشه من اللي بيراقبوه. وتاني يوم بيتجمعوا المشاركين علشان اللعبه التانيه اللي بينطلب من كل واحد فيهم انهم يختاروا شكل من اللي معروض قدامهم. فبيقول سانج للفريق بتاعه انهم ما ينفعش يختاروا اشكال زي بعض، فبيقول لهم المثل اللي بيقول ما تحطش البيض كله في سله واحده. فبيقتنع سيونج بكلامه جامد، وبيقول للراجل العجوز ان سانج عبقري وكان اول دفعته في الجامعه، وبيبداوا في اختيار الاشكال وكل واحد فيهم بيختار شكل مختلف عن التاني. ولما ابواب الاشكال بتفتح كل واحد من المشاركين بياخد طبق فيه شكل معين من اللي اختاروه، وبيكون مطلوب منهم يفصلوا الشكل ده عن قطعه الحلوى اللي هي لازقه فيه بدقه شديده، لان اللي هيكسر الشكل بتاعه او هيطلعه مش متساوي هيتقتل. وبالفعل الكل بيحاول يطلع الشكل عن طريق الابره اللي بتكون مع كل واحد فيهم، ووقتها في شخص بيكسر الشكل بتاعه بالغلط فيتقتل. ومش هو وبس اللي بيموت، لكن اي حد بيكسر الشكل على طول بيتم اقصائه ويموت. وفي الوقت ده بينجح بعض المشاركين انهم يطلعوا الشكل المطلوب وينقذوا نفسهم من الموت. ولحظتها بيقلب سيونج الشكل بتاعه وبيلاقي ثغره في قطعه الحلوى، وهي انه لما يلحسها من ظهرها الشكل بيتفك اسرع
وبيكون طري، فبيشوفوا الراجل العجوز وبيقلده وبينجحوا هما الاتنين وبيخرجوا وهم احياء. وبعدها بيشوف عضو من اعضاء المنظمة مشارك فشل في استخراج الشكل، وقبل ما يقتله بيسحب منه المشارك السلاح ويقتله هو، وبيقتل غيره وبيمسك واحد فيهم بيهدده بالموت. ولحظاتها ال10 دقايق بتوع الوقت المحدد بيخلصوا وكل المشاركين اللي اتأخروا بيموتوا. وقتها بنشوف المشارك اللي بيكون عنده فضول يعرف اذا كان اعضاء المنظمة بني ادمين زيه ولا لا، بيطلب من المقنع اللي بيهدده ان هو يقلع قناعه، ولما بيسمع كلامه بيلاقيه بشري عادي وبيقتل نفسه في لحظتها. وبيجي القائد اللي بيقتل عضو المنظمة وبيعرف باقي المقنعين ان اللي بيكشف قناعه مهما كان السبب بيموت. وتاني يوم بنشوف اعضاء المنظمة وهم بيوزعوا الفطار على المشاركين، واخر 5 في الطابور مش بيلاقوا اكل ليهم، ولما بيسأل المشارك عن اكله بيهددوا المقنع بالسلاح. وبتقول واحدة من المشاركين ان هي شافت البلطجي دوكسو وفريقه وهما بياخدوا اكل مرتين، فبيروح للمشارك اللي بيكون غضبان جدا وبيسأله عن السبب اللي بيخليه ياخد اكل مش من حقه، فبيتريق عليه دوكسو وبيستفز المشارك اللي بيقرر ياخد اكله منه بالعافية، فبيزق دوكسو وبيوقعه على الارض وبيفضل يضرب فيه قدام الكل لحد ما يموت. فبيتضايق سيونج جدا لما يعرف ان زميله مات، وبيطلب من اعضاء المنظمة انهم ينتقموا من البلطجي وبيعرفهم انهم ما ينفعش يقتلوا بعض هنا. ووقتها بتحصل حاجة مش متوقعة، وهي انه بيشوفوا الحصالة بتنزل فيها فلوس، وبتعلن المنظمة عن اقصاء المشارك اللي لسه ميت. يدركوا انهم حرفيا في غابة والقوي بس اللي هيقدر يعيش وسطهم. وبعد كده بنشوف سانج وهو بيطلب من علي وسيونج انهم يركزوا كويس جدا مع فريق البلطجي، ولكن انا حاسس ان سانج ده مش سالك ابدا، وبيعرفهم انهم كلهم لازم يدخلوا ويقفوا سوا ضد اي حد يعتدي على اي حد منهم. ووقتها بنشوف دكتور اسمه بيونج يشرح في الجثث بتاعة الميتين، ولحظاتها بيجيله مقنع بيطلب منه ينضم للمشاركين وتحديدا لفريق البلطجي علشان يقدر يحافظ على نفسه من الموت. فبيسمع الدكتور كلامه، ولما بيروح للبلطجي علشان ينضم لفريقه بيضحك عليه البلطجي وبيتريق عليه وبيسأله عن اللي ممكن يستفادوا من شخص زيه. فبيقول له بيونج انه عارف اللعبة اللي هم هيلعبوها بكرة، فبيوافق البلطجي انه ينضم لهم. وبالليل بينطفي النور فجأة وبنشوف فريق البلطجي وهم بيقتلوا في المشاركين وبيحاولوا يخلصوا عليهم بدون شفقة على اكبر قدر ممكن، ده علشان يختصروا اللعبة ويكسبوا الجائزة بسرعة. وبالفعل بينجحوا في قتل عدد كبير من المشاركين. وهنا فريق سيونج بيقدر يدافع عن نفسه ضد البلطجة، وبتنضم لهم كانج الحرامية علشان تقدر تحمي نفسها وتساعدهم في حماية نفسهم. وفي الوقت ده بيقرر القائد بتاع المنظمة يوقف القتل اللي بيحصل، وبيدخل اعضاء منظمته اللي بيهددوا الكل بالسلاح علشان يسكتوا. وبعدها بنشوف الدكتور بيونج وهو بيخيط جرح البلطجي، وبتحاول هان مي حبيبة البلطجي انها تخفف عنه ألمه، وبتفضل تتغزل فيه وفي قوته. وتاني يوم في اللعبة التالتة بيطلبوا من المشاركين انهم يعملوا فريق مع بعض بشرط ان الفريق ما يزيدش عن 10 اشخاص. فبيجمع سانج فريق مكون من مجموعة من الرجالة والنساء العاديين، بعكس دوكسو البلطجي اللي بيجمع ناس اقوياء علشان يكونوا في نفس التيم. ولما حبيبته هان مي بتطلب منه ياخدها معاها في الفريق بيقول لها انه مش محتاجها في فريقه، ولما بتحس بالخيانة بتبدأ تترجى انه يدخلها في فريقه، وبتطلب منه ما يتخلاش عنها. فبيزقها على طول على الارض وبيقول لها انها واحدة لازقة، فبتهدده هان مي بالقتل لحظتها، وما بياخدش دوكسو كلامها على محمل الجد. ولما اللعبة بتبدأ بيسحب عضو المنظمة ارقام الفريق بشكل عشوائي، وبيطلب من فريق رقم 1 انه يلاعب الفريق رقم 7. واللعبة دي بتكون عبارة عن فريقين بيشدوا حبل قصاد بعض في مكان عالي، وبيفضلوا يشدوا الحبل ضد بعض لحد ما الفريق اللي يقدر يشد التاني يكسب، وفريق الخسرانين يسقطوا على الارض من ارتفاع ويموتوا. ولما بتبدأ المسابقة بيقدر فريق البلطجي انه يشد الحبل ويوقعوا كل اعضاء الفريق التاني. وبعدها بنشوف فريق سيونج اللي بيقع ضد فريق بيكون مكون من رجالة وبس. وهنا بيعرف النام العجوز فريقه ان لعبة شد الحبل مش بتعتمد على القوة، وبيقول لهم انهم لو استخدموا استراتيجية معينة ممكن يكسبوا الفريق اللي ضدهم بسهولة. وبيطلب من قائد الفريق انه يفضل ثابت وما يتهزش علشان يحافظ على الثقة اللي وراه. وبيعرف اعضاء فريقه انهم لو ثبتوا 10 ثواني من غير ما يتحركوا من مكانهم اعضاء الفريق التاني هيبدأ يفقد الثقة في نفسه لانهم كلهم رجالة واقوياء. وبيعرفهم طريقة يقدروا بيها يقفوا 10 ثواني من غير ما يتحركوا، وفعلا بينجحوا ان هم يطبقوها. وبعد معاناة بتحصل ما بين الفريقين بيقدر فريق سيونج ان هو يشد الفريق التاني ويوقعه. وبكده سيونج وفريقه اللي بالمناسبة انضم لهم هان مي حبيبة البلطجي ينجحوا في انقاذ حياتهم من تاني. وفي تاني يوم بنشوفها وهي عمالة بتتنمر على علي عبدول اللي بيكون من اصول باكستانية، وبتطلب من قائد الفريق اللي بتسأل هو بيكون مين بالمناسبة انه يطرد علي اللي بتناديه بصيغة النكرة من الفريق. فبيقول لها سانج انهم كلهم
كلهم متساويين هنا في الفريق ده وانهم ملهمش قائد. ولحظتها بيسأل شخص من الفريق عن السبب اللي بيخلي فريق البلطجي يعرفوا المسابقة الجاية، وبيسألهم هم ازاي جمعوا رجالة اقوياء ورفضوا تنضم لهم هان مي الضعيفة. فبيسكت الكل ومفيش حد بيقدر يرد عليه. ولما بيطلب سيونج منهم يحموا بعض علشان لو حصل خناقة زي اللي حصلت امبارح، فبتقول له كانج انها مش واثقة في اي حد فيهم، وبتعرفهم ان الشخص اللي مات قدامها امبارح مات على ايد شخص كان مفكره صديقه. بعدها بنشوف سيونج وهو بيخوف دوكسو وبيحذره من غدر زمايله البلطجية، وبيزرع الشك جواه وبيسيبه يمشي. فبيتظاهر دوكسو بانه واثق في اعضاء فريقه لكنه بيكون قلقان منهم جدا لا يقتلوه. وبالليل بنشوف كل مجموعة وهي محاوطة على نفسها وبيكونوا منتظرين هجوم اي فريق ضدهم. وفي نفس الوقت بنشوف الدكتور بيونج وهو بيشرح في الجثث، ولما بيطلب منه عضو المنظمة انه يبقى سريع شوية بيقول له ان لو مكانه مش هيقدر يحرك ايده، وبيسأله هو عاوز يشتغل ازاي وهو معرض للموت كل يوم بسبب العابهم التافهة. فبيقول للمقنع انهم بيعرفوه اللعبة اللي هتتلعب بتاعة كل يوم علشان يحمي نفسه من الموت، وبيعرفوا انهم محتاجين له علشان كده وهم بيساعدوه. ولما بنرجع للبلطجي بنشوفه وهو خايف ينام وبيسأل زمايله اللي من الفريق بتاعه عن سبب اختفاء الدكتور. فبيقول له زميله انه ما يعرفش لكنه بيعرفه انه مختفي بقاله فترة كده. وهنا الدكتور بيسلم لاعضاء المنظمة الاعضاء البشرية اللي محتاجينها علشان يبيعوها. ياخد الضابط هوانج الاعضاء دي هو وزميله المقنع وبيروحوا لمكان سري وبيعدي منه علشان يوصلوا للسفينة اللي فيها الناس اللي هتشتري الاعضاء. ولما بنرجع للدكتور بنشوفه وهو بيسأل المقنعين عن اللعبة اللي هتتلعب بكرة، ولما بيقولوا له انهم ما يعرفوش الدكتور بيتجنن وبيقول لهم انه عمل الشغل اللي مطلوب منه، وبيسألهم اذا كانوا عاوزين يموت، وبياخد مشرط وبيهدد بيه واحد فيهم وبيطلب من التاني يروح للقائد بتاعه علشان يعرف منه لعبة بكرة ويجي بسرعة يقول له عليها. هنا عضو المنظمة اللي بيكون مع الضابط هوانج لما بيلاقيه مش عارف الاماكن وبيسأل عن حاجات هو ما ينفعش يسأل عنها بيهدده بمطوه وبيسأله هو بيكون مين وبيطلب منه يقلع القناع. فبيقلع هوانج القناع لكنه هو اللي بيهدده بالمسدس اللي معاه، وبيسأله عن اخوه وبيكون عاوز يقتله لانه بيبقى مفكر ان الجثة اللي الدكتور كان بيشرحها جثة اخوه. فبيقول له عضو المنظمة بعد ما بيقلع قناعه ان اللي كانت بتتشرح هي جثة سيدة مش رجل، وبيعرفه انه ممكن يساعده يلاقي اخوه في السجلات اللي موجودة فوق عند اوضة القائد. ولحظتها بنشوف الدكتور اللي بيقتل المقنع اللي كان بيهدده بالمشرط وبيهرب من المقنع التاني بسرعة وبيوصل لغرفة الالعاب. ولما بيجري وراه عضو المنظمة بيطلب منه يجي معاه وبيعرفوا انهم ممكن يتداركوا الامر من غير ما حد فيهم يتأذى. فبيقتنع هيونج بكلامه بصعوبة، وقبل ما يغدر به المقنع اللي احتاج يقلع قناعه علشان يخلي الدكتور يثق فيه بيظهر القائد وبيقتله بسرعة، وبيقتلوا الدكتور كمان اللي بيعتبروه خطر عليهم وبيمشوا. ولما بنرجع لهوانج بنشوفه وهو بيقتل عضو المنظمة بعد ما بياخد منه كل المعلومات اللي ممكن تساعده. وبعدها بيعرفوا اعضاء المنظمة ان المقنع اللي كان مع هوانج اللي بينادوا عليه بالعضو رقم 29 مات، وبيعرفوا ان هوانج هرب. ولما بيبص القائد للانابيب بتاعة الاكسجين بيلاقيها كلها في مكانها، وبيقول لهم ان المقنع ما هربش وبيعرفهم انه لسه موجود في المكان. وهنا بيقدر هوانج انه يتسلل ويوصل لأوضة السجلات ما تشوفوا اي كاميرات لانه بيكون درس المكان كويس جدا. ولما بنرجع لاعضاء المنظمة بنشوفهم وهم بيدوروا على زميلهم اللي هرب في كل مكان، ولما بيطلبوا من العجوز انه يقوم من مكانه بيلاقوه تعبان جدا. ولما بيشوف سيونج وهو بلل فرشته بيصعب عليه جامد وبيبقى عايز يساعده لكنه مش بيقدر يعمل حاجة بسبب تهديد المقنعين. ولحظتها وبعد تدوير كتير من هوانج في السجلات بيلاقي ملف اخوه اللي اسمه إنهو. وتاني يوم بيروح المشاركين لغرفة الالعاب وبيشوفوا مجموعة من اعضاء المنظمة وهم متعلقين وبيكونوا معاهم الدكتور بيونج، وبيكلمهم القائد لحظتها وبيسمعوا صوته من خلال الميكروفون وبيعتذر لهم على المشهد اللي هم شايفينه، لكنه بيعرفهم ان دول اخترقوا قواعد اللعبة لازم ان هم يموتوا، وبيوعدهم كمان انه هيوفر لهم لعب نزيه ومحترم ما فيهوش اي نوع من انواع الاختراق. وهنا بنشوف هوانج وهو بيصور عدد من ملفات ووثائق المشاركين والاعضاء، ولما بيسمع صوت تليفون بيروح علشان يرد عليه لكن بيجي القائد لحظتها فبيضطر ان هو يستخبى. وبيسمع القائد وهو بيكلم شخص مجهول وبيقول له انه حصل مشكلة بسيطة امبارح في المنظمة لكنه بيعرفوا انهم هيحلوا كل حاجة قبل ما الناس المهمين يوصلوا هنا. ولما بنرجع للمشاركين اللي بيكونوا وصلوا لصالة المسابقة بتطلب المنظمة من كل شخص فيهم انهم يتحدوا مع شخص واحد بس علشان يبدأوا اللعبة الجديدة. فهنا هان مي بتطلب من سيونج انه ينضم لها، بتعرفه ان هي سرقت 5 مرات قبل كده وعندها مهارات عالية.
فلما بيرفض بتترجى سانج انها تنضم له، فبيسكت سانج ومش بيرضى يسمع كلامها، ويطلب منها كانج انها تسكت، وبتعرفها ان مفيش راجل هيبقى عاوز ينضم لواحده ست او راجل عجوز. وبالفعل بيعرض سانج على علي انه ينضم ليه، فبيوافق. وبنشوف بنت وهي بتعرض نفسها على كانج، وبنشوف بلطجي وهو بينضم لسوق دو. وهنا بنشوف الكل وهم بيدوروا على ناس اذكياء او اقوياء علشان ينضموا لهم، ما عدا سيونج اللي بيفضل مركز مع الراجل العجوز، وبيكون صعبان عليه جدا لان مفيش اي حد بيكون عاوز ينضم له. وبعد تفكير كتير من سيونج بيقرر يتحالف مع الراجل العجوز، وبكده الكل بيكونوا لقوا شريك وكونوا فريق ما عدا هانمي اللي مش بتكون عارفه هي ليه مفيش حد راضي يخليها تنضم ليه. وبتهزق حبيبها دوكسو البلطجي علشان ينضم لها، فبيهزق دوكسو وبيطلب منها تبعد عنه، وبيرميها على الارض ومش بيكون عنده اي نوع من انواع الشفقه. ولما كل المشاركين بيدخلوا لصاله المسابقه الجديده، اعضاء المنظمه بياخدوا هانمي علشان يخلصوا عليها. وبعدها بنشوف سانج اللي بيطمن علي، وبيعرفوا ان هم هيكسبوا المسابقه دي زي المسابقات اللي فاتت، وبيكون عنده يقين من ده. ولكن لما الكل بياخدوا الكيس اللي بيكون فيه 10 بليات ويعرفوا شروط المسابقه اللي بينطلب منهم انهم ياخدوا ال10 بليات دول من زمايلهم علشان يكسبوا، والباقي هم اللي يتم اقصائهم، الكل بينصدم لان اللعبه المره دي بتطلب منهم حرفيا يخلصوا على شركائهم، ولكن عن طريق اللعب سواء بالتوقع او برسم اي شكل هندسي ويلعبوا زي الاطفال. وبتديهم مهله نص ساعه علشان يعملوا ده او يموتوا هما الاتنين سوا. وبالفعل في مجموعه من المشاركين بيبداوا يلعبوا بكل عدل بمزاجهم زي سانج وعلي، وفي اللي بيكونوا مضطرين يلعبوا بشكل عادل غصب عنهم زي البلطجي واللي معاه، واللي بيضطروا بسبب المقنع اللي واقف مراقبهم وبيمنعهم من ضرب او قتل التاني. ولما بنرجع لسانج بنشوفه وهو بيخسر 9 بليات من 10، وفي البليه الاخيره بيتضايق جدا وبيتهم علي بالغش، وبيساله هو ازاي بيكسب في كل مره وبيكون عاوز يضربه. فهنا بيهددوا المقنع علشان يسيب علي ويلعبوا بشكل عادل، وفعلا سانج بيسيبه لكن بيترجاه يسمع كلامه، وبيعرفه انه عنده عيله وعايز يعيش عشانهم. فقال له علي انا كمان عندي عيله، وبيطلب منه يعذره، فبيفقد الامل تماما لكنه بيقترح على علي انهم يوقفوا لعب لحد اما الوقت المحدد ينتهي، وبيعرفوا ان المنظمه مستحيل تقتل كل المشاركين لان اعدادهم هتكون قلت جدا، وبيطلب منه يوقف لعب ويستنى الوقت المحدد لحد ما يخلص. وبيأكد له ان لحد وقتها هيكون في فرق كتيره ما لعبتش زيهم، وان المنظمه هتقرر تلاعب فرق ضد فرق لان هيكون في منهم اللي رفض اللعب واللي فضل يتخانق لحد انتهاء الوقت. فبيقتنع علي بكلامه وبيقعد جنبه ومش بيلعبوا، لكن بيسأله اذا كان واثق من انهم هما الاتنين هيقدروا يفوزوا وينجوا بحياتهم مع بعض. فبيقول له سانجو انه واثق لكنه بيطلب منه يروح يراقب لعب ويدور على فرق فيها شباب صغيرين جدا او فرق فيها ناس كبيره، وبيعرفوا ان حظهم في الفوز عليهم هيكون اكبر بكتير من اللعب مع ناس من نفس سنهم. في نفس الوقت بنشوف سيونجو وهو بيلعب مع إل نام اللي مش بيكون سامعه لكنه بيلعب بنزاهه، وبيضطر يكذب عليه في اخر بليه معاه، وبيستغل ضعف سمعه وقله ذاكرته، وبيقوله ان هو توقع صح علشان ما يموتش. ولحظتها بنشوف دوكسو والبلطجي زميله اللي بيقرروا يلعبوا لعبه الحفره، ولما بيرمي دوكسو اخر بليه معاه بيفشل في انه يدخلها جوه الحفره، وبتقف البليه على الحافه. ولما بيرمي البلطجي التاني اخر كره ليه بتكون رايحه للحفره لكنها بتخبط في بليه سوق دو بعد ما اتجاهها بيتغير بفضل حجر صغير جدا بتخبط فيه، وبكده بيكسب دوكسو وبيموت البلطجي التاني. ولحظتها بنشوف سانج وهو بيطلب من علي ان هو يديله البلي بتاعه علشان يحتفظ بيه، وبيقنعه بده لانه بيقوله انهم ما يعرفوش ايه اللي ممكن يحصل كمان شويه، وبيخوفه من ان البلي بتاعه ممكن يتسرق. وبالفعل بيديه البلي، فبيقطع سانج قطعه من هدومه وبخدعه بسيطه بيبدل بلي علي بشويه حجر صغير، وبيضحك على علي بيحط له شويه حجره صغيره في القماشه ويديها له على ان هي البلي، واخد هو البلي الحقيقي وراح بيه على طول للعضو بتاع المنظمه. فبنشوف علي وهو بيتابع الفرق زي ما قال له سانج، وبيكون عنده ولاء ليه لحد اخر لحظه. وفي نفس الوقت بيعيط سيونج لانه بيفضل يغش ويستغل الراجل العجوز، ولما بيخسروا كل بليه بيطلب منه الراجل العجوز يديله بليه واحده بس علشان يلعب بيها، فبيعتذر له سيونج وبيقوم علشان يسلم البليه لعضو المنظمه. فبيضحك ينام، وبيعرف سيونج ان لسه معاه بليه، ولما بيعد سيونج البليه بيتاكد من كلامه وانهم 19، وبيمشي إلنام وبيقرر عدم اللعب مع سيونج. ولحظاتها بتكون كانج بتلعب مع بنت اسمها يونج اللي بيكونوا صاحبوا بعض جدا وعرفوا كل حاجه عن حياه التاني، وبيقرروا ان هم يرموا بليه واحده بس علشان اللي تقرب من الخط اكتر هي اللي هتكسب. فبترمي كانج البليه بتاعتها عادي، لكن يونج بتتعمد توقع بليتها قريب منهم
منهم علشان تخسر. فبتتضايق كانج جدا وبتسألها هي ليه بتضحي بنفسها، فبتقول لها يونج انها واحدة عايشة بلا هدف، ما عندهاش اي طموح في الحياة عكسها، وبتطلب منها لما تخرج من هنا وتكسب الجايزة تحرر امها واخوها وتعمل كل اللي هي عايزاه. وبكده يونج الكورية الجنوبية بتقرر تضحي بنفسها علشان صديقتها كانج الكورية الشمالية. ولحظتها بنشوف علي وهو بينادي على سانج، وبينصدم لما بيشوفه خارج من المسابقة، ولما بيفتح كيس البلي بتاعه بيلاقي نفسه معاه شوية حجارة مش اكتر. فبيبكي علي لانه حس بالخيانة وبيموت وقتها. ولما بنرجع لسيونج بنشوفه وهو بيترجى إل نام علشان يلعب معاه على اخر بلية معاه، فبيوافق إل نام لكنه بيتشرط عليه انه يلعب بالبلية بتاعته الوحيدة مقابل ال 19 اللي معاه. فبيقول له سيونج ان ده مش منطقي، وبيعرفه ان هو كده بيضحك عليه. فبيسأله إل نام لو كان ينفع اللي عمله من شوية، وبيستغله لحد ما يخسروا 9 بليات من اصل 10 بعد ما كان هو اللي كسبه ومتفوق عليه. فبيعيط سيونج ومش بيكون عارف يقول له ايه. فهنا إل نام بيديله البلية الاخيرة اللي معاه وبيحضنه، وبيكون ممتن ليه جدا لما بيقوله انه ساعده يعيش اوقات لطيفة قبل ما يموت. وفي اخر لحظة بيخرج سيونج من المسابقة وبيفضل يعيط وبيموت إل نام. وقتها بيتصل قائد المنظمة على مساعدينه وبيسألهم اذا كانوا لقوا العضو الهربان، ولما بيعرف انهم لسه ما قدروش يمسكوه بيطلب منهم يتصرفوا بسرعة كبيرة ويمسكوه لان الناس المهمين جايين في السكة. ولما المشاركين بيرجعوا لصالة النوم بيشوفوا هان مي اللي بتكون لسه عايشة، ولما بيسألها دوكسو لسه عايشة ازاي بتقول لهم ان اعضاء المنظمة رجعوها هنا بكل لطف لانها الحلقة الاضعف ما بينهم، وبتعرفهم ان ده قانون من قوانين المنظمة. وهنا بقى بنشوف القائد وهو بيدور على العضو الهربان اللي بيكون متأكد ان هو ضابط شرطة بسبب الطلقة اللي ضرب بيها عضو المنظمة وقتله، لكنه بيفشل وما بيقدرش يوصل له. فهنا اعضاء المنظمة بتقول له انهم لقوا جثة مرمية على شط الجزيرة الشرقية. ولما بيروح القائد علشان يشوف الجثة بيلاقيها بدون ملامح وجنبها بطاقة ضابط الشرطة اللي اسمه هوانج. فبيتأكد ان العضو الهربان المتنكر مات وبيطلب منهم يحرقوا الجثة بتاعته. ووقتها بيكون في مشارك مراته ماتت في لعبة البلي، فبيطلب من المشاركين انهم ينسحبوا وبيسألهم اذا كانوا معتبرين نفسهم بشر، وبيفكرهم بانهم قتلوا اعز اصدقائهم بسبب شوية فلوس. فبيقول له سانج ان هو لو زعلان على مراته قوي كده ما ضحاش بنفسه ليه علشانها. فبيقول له انه ما فيش حد فيهم هيسيب الفلوس دي ويخرج من هنا علشان يعيش نفس الحياة المتدنية اللي كان عايشها. وبالليل بنشوف القائد وهو بيعرف الناس اللي بيوصفهم بالمهمين ان كل حاجة هتبقى تمام والالعاب كلها هتتلعب بدون اي مشاكل، وبياخدهم علشان يفرجهم على كل اللي تم. وهنا بيشوف واحد من الناس دول شخص وهو بيفكر في الانتحار، فبيطلب منه انه ما ينتحرش وبيعرفه انه مراهن على فوزه ب1,000,000 فبينادي القائد لكل المهمين وبيعرفهم ان المراهنات فتحت علشان اللي عاوز يراهن على المشاركين في اللعبة الجديدة. وبعدها بنشوف هوانج وهو بيقتل واحد من الجرسونات اللي بيقدموا المشاريب للناس المهمة وبياخد منه لبسه وقناعه. ووقتها بيوصلوا المشاركين لصالة الالعاب وبينطلب منهم يختاروا رقم من 1 ل16، فبيختاروا مجموعة منهم الارقام اللي فيها حظ زي رقم 7، وبيختار الراجل رقم 6 لان في اعتقاده انه اليوم السادس من الاسبوع هو اللي اتخلق فيه الانسان، والباقي بياخدوا ارقام عشوائية. لكن سيونج مش بيكون عارف يقرر ياخد 1 ولا 16. فهنا بيجي شخص وبيطلب من سيونج يسيب له رقم 1، وبيعرفه انه عايز الرقم ده لانه عاش عمره كله جبان وبيستخبى ورا الناس وعمره ما كان القائد او المتصدر في اي حاجة. فعلا بيسيب له الرقم وبياخد 16. ولما بيدخلوا المسابقة بتكون عبارة عن لعبة المشي على اللوح الازاز، وبيبقى فيه نوعين من الازاز، الاول ازاز مقوى يقدر يشيل، والتاني ازاز عادي بينكسر اول ما حد يدوس عليه. وبيكون مطلوب منهم يدوسوا على 16 لوح ازاز لحد ما يقدروا يوصلوا لخط النهاية. فهنا الاشخاص المهمة بيكونوا قاعدين ورا الشاشات وبيتابعوا اللي بيحصل بكل حماس. والشخص المهم اللي لابس قناع نمر بينادي على هوانج وبيطلب منه يجي يقعد جنبه علشان لما يحتاج كاس يعمله. ولما بنرجع للمشاركين بنشوفهم وهم بيجبروا المشارك رقم 1 ان هو يدوس على اي لوح ازاز بسبب الوقت اللي بيعدي ده. وبالفعل بيدوس المشارك على اول لوح مش بيقع، لكن لما يدوس على التاني بيسقط وينتهي. وبيفضلوا المشاركين يحاولوا بترتيب الارقام بتاعتهم وبيموتوا 5 من 16 ومش بيكون فاضل غير 11. ولما بيجي دور الراجل بتاع الدين بيصلي علشان يعرف اللوح المقوى من العادي، وبالفعل بينجح وبيدوس على لوح مقوى، لكن بيجي شخص بيزقه ويسقط يموت. وبعدها المشارك ده بيدوس على اللوح العادي وبيموت هو كمان. وبكده بيكون البلطجي سوكدو هو متصدر المشاركين برقم 7، والمفروض انه هو اللي هيدوس على الالواح الجايه، ولكن هنا بيرفض يتقدم وبيزعق للمشاركين
المشاركين وبيعرفهم انه مش هيمشي خطوة واحدة لقدام، وبيطلب من اللي عايز يتقدم يطلع بنفسه وهو هيسيبه. فهنا بنشوف الشخص المهم اللي لابس قناع وهو بيطلب من هوانج ان هو يوريه شكله، فبيقول له هوانج انه لو قلع القناع هيتحكم على نفسه بالموت، وبيطلب منه يجي معاه لاي اوضه يكونوا فيها لوحدهم وهو هيوريه شكله. فبيوافق المقنع ان هو يروح معاه. فهنا بنشوف المشاركين بيزعقوا لسوك دو علشان يمشوه قدامهم وبيكونوا متوترين جدا، فبيقول لهم سوك دو انه مش هيتحرك خطوه وبيتحدى الكل وبيستعد للخناق معاهم. ولما بنرجع لهوانج بنشوفه وهو بيهدد المقنع المهم بالسلاح وبيفتح تليفونه علشان يصوروا فيديو وبيطلب منه يقول كل حاجه تخص المنظمه. ووقتها بنشوف مشارك وهو بيحاول يزق دوكسو لكنه بيفشل وبيزق دوكسو وهو بيوقعه وبيموت. فبتيجي هان مي اللي بتعرف دوكسو انها مستعده تعدي قدامه، واول ما بتحط رجلها على نفس لوح الازاز اللي واقف عليه بتمسكه من وسطه وبتلزق فيه حرفيا وبتقوله ان هو شخص جبان وتافه. وبتفكروا لما وعدوا بعض انهم ما يسيبوش بعض ابدا، وبتفكروا لما قالت له انها هتقتله لو خانها، فبيترجاها دوكسو انها تسيبه وبيعرفها انه هيمشي قدامها. فبترفض هان مي وبتوقع نفسها وهي ماسكاه وبكده بيموتوا هما الاتنين. فهنا المشارك رقم 13 بيعرف بقيه المشاركين انه كان شغال في مصنع ازاز لمده 30 سنه وبيعرفهم انه عنده خبره كبيره جدا انه يعرف الازاز المقوى من العادي بسبب انكسار الضوء. وبالفعل بينجح اللاعب رقم 13 في انه يعدي مرحلتين سهل. فلما بيلاحظ القائد ده بيقولوا له الاعضاء المهمين انهم ما بقوش قادرين يستمتعوا بالمسابقه، فبيقفل على طول الاضواء بتاعه المكان، وده بيخلي اللاعب رقم 13 ما بقاش قادر يتعرف على الازاز المقوى من العادي. فهنا عضو من المنظمه بيشوف الشخص المهم وهو ميت وبيطلب منه القائد انه يمسك الضابط الداخل باي طريقه ممكنه. ولما بنرجع للاعب رقم 13 بنشوف سانج وهو بيزقه على لوح الازاز اللي قدامه فبينكسر وبيقع علشان يموت. ولما بيعرف سانج لوح الازاز المقوى بيدوس عليه، واخر لوح بيدوس عليه بالحظ وبيطلع هو كمان لوح مقوى وبينجو من الموت بصعوبه شديده هو وكانج وسيونج اللي ما بقاش اتبقى غيرهم من اصل 16. لكن وقتها بينفجر كل الازاز فبيطير الازاز المتكسر وبيدخل في اجسامهم وبيتصابوا اصابات خفيفه ما عدا كانج اللي بتتصاب بقطعه ازاز كبيره في بطنها. وهنا بنشوف اعضاء المنظمه وهم بيعرفوا القائد ان الضابط هوانج هرب من خلال الملجأ السري عن طريق البحر، فبيطلب منهم القائد انهم يجهزوا المركب علشان يروحوا وراها بسرعه قبل ما يوصل للبر. وبالفعل بنشوف هوانج وهو بيغوص في البحر وبيفكر هو هيقدر يوصل للبر ازاي من غير ما يتمسك من اعضاء المنظمه اللي بيبقوا عمالين بيدوروا عليه. وبطريقه ما بيقدر هوانج انه يوصل لبر جزيره قريبه وبيكون محافظ على التليفون بتاعه جوه الكيس علشان يحميه من الميه. ووقتها بنشوف سيونج وهو بيسأل سانج عن السبب اللي خلاه يموت الراجل اللي ساعدهم يعرفوا الازاز بخبرته، وبيسأله اذا كان ممكن يزقه هو لو كان مكان الشخص ده. فبيقول له سانج ان هو شخص غبي وبيسأل اسئله غبيه حتى وهم في موقف زي ده، وبيقول له ان الشخص ده كمان كان ممكن يفضل واقف ويرفض انه يتحرك لحد اما الوقت ينتهي ويموتوا كلهم بسببه. وبيعرف سيونج ان هو شخص غبي وقليل الحيله وبسبب غبائه ده كان يستحق فعلا يعيش حياه متدنيه اللي كان عايشها. فبيسأله سيونج عن السبب اللي خلاه يجي للمكان ده وهو ذكي يعني وخريج جامعه كبيره جدا، وبيسأله اذا كان هو السبب برضه في انه يجي لمكان زي ده. فبيبص له سانج ومش بيكون عارف يقول له ايه. هنا بقى بيجوا مجموعه من اعضاء المنظمه اللي بيحتفلوا بيهم وبيدوهم صناديق فيها ملابس جديده علشان يلبسوها. ووقتها بنشوف القائد وهو بيؤمر المقنعين انهم يدوروا على هوانج ويقتلوه بسرعه، وبيعرف انه موجود في المكان ده بسبب انبوبه الاكسجين اللي كان بيستخدمها في الغوص. ولحظاتها بيتصل هوانج على مديره وبيطلب منه يعرف مكانه من خلال تتبع الشبكه ويحدد مكانه، وبيعرفه ان هو على جزيره بعيده وبيبعت له كل الصور والفيديوهات اللي صورها وهو جوه المنظمه، وبيطلب منه يبعت له فريق على مستوى عالي من الشرطه علشان يقدروا ينقذوه. ولما بنرجع لسيونج بنشوفه وهو بيتعامل وكانه ملك وبيكون معاه سانج وكانج وبيعرفهم المقنع ان المسابقه الجايه هي اخر مسابقه هم هيشاركوا فيها. ووقتها بنشوف اعضاء المنظمه وهم بيجروا ورا هوانج، ولما بيتحاصروا منهم بيرفع في وشهم السلاح وبيطلب منهم انهم يسلموا نفسهم، وبيعرفهم انه شرطي وان الشرطه جايه دلوقتي للمكان ده تقبض عليهم كلهم. فبيقول له القائد ان المنطقه اللي هم فيها بعيده ومستحيل يكون قدر يبعت لهم اي تفاصيل عنهم، وبيعرفوا ان الصور والفيديوهات اللي صورها بكل تاكيد ما راحوش لمديره، وبيطلب منه هو اللي يسلم نفسه وساعتها هيفكر يسيبه يعيش ولا لا. فهنا بنشوف اعضاء المنظمه وهم بياخدوا الاطباق من قدام سيونج وزمايله بعد ما يخلصوا اكل، لكنهم بيسيبوا قدام كل واحد فيهم
السكينة اللي كانوا بياكلوا بيها. ولما بنرجع لهوانج بنشوفه وهو بيضرب نار على القائد اللي بيقرب منه، فهنا بيضطر ان هو يقلع القناع. ولما بيشوفه هوانج بيعرف ان هو كان اخوه إين هو اللي بيدور عليه، ولما بيطلب منه إين هو ان هو يجي معاه بيرفض، فبيضربه بطلقة ويسقط هوانج في البحر، وبيلبس إين هو القناع بتاعه من تاني وبيمشي. وهنا بنشوف سيونج اللي بيقرب من كانج اللي بتكون مصابة بسبب بتاعة الازاز، فبتخاف كانج منه وبتهدده بالسكينة، فبيطمنها سيونج وبيعرفها انه شايل السكينة علشان يحمي بيها نفسه من سانج، وبيطلب منها تتحالف معاه علشان يخلصوا عليه ويقسموا نص الفلوس اللي في الحصالة ما بينهم ويخرجوا من هنا. فبتسأله كانج عن اللي هيعمله بالفلوس دي بعد ما يخرج، فبيقول لها انه هيسدد كل ديونه الاول، وبعد كده هيحاول يرجع بنته اللي عندها 9 سنين لحضانته، ويعالج امه ويخليها تعيش حياة كويسة بدل المعاناة اللي عايشين فيها حياتهم كلها. فبتقول له كانج ان بنته قد اخوها اللي في الملجأ بالظبط، وبتعرفه انها وعدته بانها هتجيله بعد فترة علشان تاخده من الملجأ ويعيشوا كلهم سوا بعد ما تهرب امها من كوريا الشمالية، وبتطلب منه يوعدها بان اللي يخرج منهم من هنا يعتني بأسرة التاني. فبيقول لها سيونج انهم هيخرجوا من هنا سوا، وبيطلب منها تسكت لما يشوف سانج وهو بيوقع السكينة اللي معاه بعد ما ينام. ولما بيروح علشان يقتله بتمنعه كانج من قتله، وبتقوله ان اللي هو عاوز يعمله ده مش من اخلاقه. فهنا بتسقط كانج هي كمان. ولما بيشوف سيونج جرحها الكبير بيطلب منها تستحمل وما تموتش دلوقتي، وبيعرفها انه هيجيب لها دكتور. ولما بيروح علشان ينده لاعضاء المنظمة وبيطلب منهم يجيبوا دكتور يعالجها، بيتفاجئ باعضاء المنظمة وهم داخلين بتابوت علشان ياخدوا جثتها اللي بتبقى اتقتلت على ايد سانج، وبيتاكد سيونج من ده لما بيشوف رقبتها وهي مقطوعة. ولما بيروح علشان يقتل سانج بيمنعوه اعضاء المنظمة وبيبعدوهم عن بعض، وبيفضل سيونج يعيط لما بيشوف كانج وهم بيحطوها في التابوت. وهنا القائد إين هو بيكون في الحمام، لما بيبص للمراية بيتخيل اخوه وانج بيسأله انت عملت كده ليه، وبيكون واضح على إين هو ان هو ندمان جدا. وبعدها بنوصل لاخر مسابقة واللي بتكون هي نفسها لعبة الحبار اللي بدأنا بيها الاول، علشان يعرفوا مين هو اللي هيكون مدافع ومين هيكون مهاجم. بيعملوا قرعة وبيختار سيونج انه يكون مهاجم بعد ما بيكسب القرعة، وبيعرفهم عضو المنظمة بقانون اللعبة اللي عرفناها في الاول خالص. وبيفكر سانج انه لازم يمنع المهاجم من الوصول لراس الحبار علشان يكسب هو. فهنا بنشوف القائد إن هو وهو بيعرف الاعضاء المهمين ان المدافع مسموح له يستخدم اي اداة علشان يمنع وصول المهاجم لراس الحبار، وبيعرفهم ان اول عائق هيقابل المهاجم ان هو لازم يجري برجل واحدة علشان يوصل لطرف الحبار التاني، وبعد كده يقدر يجري برجلين الاتنين. فهنا بيمسك سيونج شوية تراب من على الارض وبيجري برجل واحدة، ولما بيهددوا سانج بالسكينة بيرمي في وشه التراب وبيمنعه من الرؤية. ولما بيوصل لطرف الحبار التاني بكل سهولة بيعرف سيونج سانج انهم لعبوا اللعبة دي وهم صغيرين كتير جدا، ولحظتها الجو بيمطر. ولما بيقول سانج لسيونج ان هو قتل كانج لانها كانت بتموت بالبطيء بيسكتوا سيونج وبيقولوا ان هو كان في امكانه ينقذها. فبيقول له سانج الحقيقة لما بيقول له انه قتلها علشان اللعب يستمر، وبيتهم سيونج بانه كان هيتنازل عن اللعبة وهيخرج هو وكانج بدون ما يلعبوا بعد ما يصوتوا على الغاء اللعبة، وبيعرفوا انه ما كانش مستعد يخسر كل الفلوس اللي في الحصالة. فبيقول له سانج انه مش هيخليه يكسب ولا قرش، وبيجري عليه وبيضربه. وبينجح سيونج في انه يوقع سكينة سانج وبيستخدم سكينته علشان يقتل سانج بيها. فهنا سانج بيستخدم البدلة بتاعته علشان يقدر يوقع السكينة من ايده، وبيفضلوا يضربوا في بعض من غير اي سلاح. وبيحاول سانج ان هو يطلع سيونج بره الحدود الرسمية بتاعة اللعبة، لكن سيونج بيقاوم بعد صراع عنيف بيحصل ما بينهم. بيقدر سيونج ان هو يوصل لسكينة ويطعن بيها سانج في رجله وكمان في بطنه، لكن سيونج مش بيرضى يقتله. ولما بيقرب منه سانج علشان يخلص عليه سيونج بيقدر يمسك السكينة وبيضربه في رجله، فبيقع سانج على الارض. وبيضربه سيونج كام مرة وبيعرفه ان هو السبب في موت كل المشاركين، وبيمسك السكينة علشان يخلص عليه لكنه مش بيرضى يقتله وبيسيبه ويروح لراس الحبار. وقبل ما يحط رجله على راس الحبار بيقرر سيونج ان هو ما يكملش اللعبة، وبيفكر عضو المنظمة بالبند رقم 3 وهو ان اللعبة كلها تنتهي ويسيبوهم يمشوا بعد موافقة الاغلبية. فبيتفاجئوا الاعضاء المهمين بقرار سيونج ومش بيكونوا مصدقين ان هو بيتنازل عن الجائزة الضخمة وهو على بعد خطوة واحدة بس من الفوز. ولما بيروح سيونج لسانج بيطلب منه يجي معاه علشان ينسحبوا ويخرجوا من هنا، وبيعتذر له سانج اللي بيكون ندمان على كل اللي عمله، وبيمسك السكينة ويقتل نفسه وبيوصيها على امه. فبينهار سيونج من البكاء وبيفضل يعيط. وبعدها بنشوف إن هو وهو بيبارك لسيونج على الفوز، وبيسأله سيونج هو عمل كده ليه، ايه اللي استفاده. فبيقول له انه بيحب سباق الاحصنة وكان بيراهن على سباقهم، وبيعرف
وبيعرفوا انه معتبرهم احصنة، وبيطلب منه يعتبر كل اللي حصل له هنا ده حلم. ولحظتها بيلبس إن هو قناع القائد، وبيفقد سيونج وعيه لما بيشم الغاز. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيترمي من العربية وسط الشارع، وبيفك شخصه وبيطلب منه يؤمن بالمسيح. فبياخد سيونج الفيزا اللي لقاها مرمية جنبه، ولما بيروح يشوف فيها كام بيلاقي الفيزا فيها 45 مليار. وبعدها بيروح للشارع اللي بيته فيه، ولما بيشوف سانج بتسأله إذا كان اتخانق من تاني، فبتطلب منه ياخد الأكل اللي هي بتديهوله علشان أمه العيانة. ولما بيديها سيونج فلوس وهو ساكت، بتطلب سانج منه إنه يخلي الفلوس معاه لأنه محتاج لها أكتر. وبتسأله لو كان سانج ابنها تواصل معاه الفترة الأخيرة، فبيسكت وبيمشي في صمت تام وهو متحطم. ولما بيدخل البيت بيلاقي أمه واقعة على الأرض وميتة، فبيقول لها سيونج إنه جاب فلوس وبيحضنها وبينام جنبها. وبعد سنة بنشوف سيونج وهو راكب المترو، وبيكون قاعد شارد ومش مركز في أي حاجة وحزين جدا. ولما بيوصل للبنك بيسأل مدير البنك وهو طلب منه يجي هنا ليه، فبيعامله المدير باحترام شديد، وبيقول له إن من ساعة ما حط فلوسه في البنك وهو ما بياخدش أي أرباح بسبب دفتر التوفير اللي حاطط فلوسه فيه. وبيعرفه إنه ممكن يحط فلوسه في شهادة تجيب له أرباح ضخمة، وبيقول له إنهم ما بينصحوش غير العملاء المتميزين بتوعهم. فبيتجاهل كل كلامه وبيطلب منه يسلفه 10,000. فبيستغرب مدير البنك طلبه جدا لكنه بيديهم له. ولما بياخد سيونج الفلوس وبيمشي، بعدها بنشوفه وهو قاعد قدام نهر، فبتجيله سيدة تطلب منه يشتري منها ورد، فبتعرفه ان الوردة هيبوظ لو قعد معاها لبكره، فبيديها فلوس وبياخد وردة واحدة. ولما بيشوف الكارت اللي مع الورد بيلاقي كارت المنظمة، وبيشوف عنوان بينطلب منه يروح له، فبيروح سيونج للعنوان. ولما بيشوف نام الراجل العجوز بيسأله هو بيكون مين وهو ليه سوي يعيش، وبيكون متضايق جدا وهو مش قادر يفهم اي حاجة. فبيتجاهله نام وبيطلب منه يبص للراجل المتشرد اللي مش قادر يمشي من كتر الشرب، وبيعرض عليه يتراهن معاه اذا كان في شخص هيجي يساعد المتشرد ده قبل منتصف الليل ولا لا. فبيقول له سيونج ان هو موافق، لكنه بيعرفه انه هيقتله لو كسب. فبيوافق نام وبيسأله طب لو خسرت، فبيقول له هديك اي حاجة انت عاوزها مني. ولما بيسأله هو بيكون مين، بيقول له ان هو شخص بيكسب الفلوس عن طريق اقراض الفلوس. وبيسأله اذا كان حاسس بالذنب وده السبب اللي مخلهوش يصرف اي قرش من الفلوس اللي كسبها، وبيطلب منه يصرف فلوسه عادي لانه كسب فلوسه بتعب وشقاه. وبيسأله اذا كان يعرف الفرق ما بين الشخص اللي معهوش ولا قرش والشخص الغني جدا فاحش الثراء، وبيعرفه ان الاتنين ما بيحسوش بطعم الحياة، وان الاشخاص فاحشين الثراء عندهم نقطة معينة مهما اشتروا او اكلوا او لبسوا مش بيحسوا بقيمة الحاجة. وعلشان كده قرروا هو ومجموعة من الاغنياء انهم يفكروا يعملوا لعبة او حاجة يمتعوا نفسهم بيها. فبينصدم سيونج وبيسأله اذا كان بيتكلم بجد، فبيفكروا نام انه ما جبرش حد من المفلسين والمديونين انهم يشاركوا. ولما بيسألوا سيونج عن السبب اللي خلاه يشارك في اللعبة معاهم وما اكتفاش ان هو يتفرج عليهم من ورا الشاشة، فبيقول له نام ان المشاركة ليها متعة تانية، وبيعرفه انه كان عايز يحس بالمتعة اللي كان بيحس بيها وهو طفل قبل ما يموت. ولحظتها بتكون الشرطة اللي بتساعد المتشرد قبل ما الساعة تتم ال 12، فبيكسب سيونج. وقبل ما يموت نام جهاز قياس ضربات القلب بيصفر ويموت لوحده. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيحلق شعره وبيصبغه احمر، وبيروح بعد كده للملجأ علشان ياخد تشيول اخو كانج اللي ماتت، وبيعرفوا ان اخته كانت صديقته. ولما بيسألوا تشيول عن اذا كان يعرف هي فين بيسكت ومش بيعرف يرد عليه، وبياخده يوديه لأم سانج علشان تربيه، وبيسيب معاهم شنطة وبيمشي. ولما بتفتح سانج الشنطة علشان تجيب لتشيول لبس تقيل علشان يلبسه، بتلاقي الشنطة مليانة فلوس، وبيكون سيونج سايب رسالة كاتب فيها ان دي الفلوس اللي كان مديون بيها لسانج. وبعدها بيكون سيونج في المترو وبيكلم بنته في التليفون وبيعرفها انه هيجيلها امريكا. ولحظتها بيشوف الشخص اللي قابله في المترو من سنة وهو بيلعب لعبة الداكجي مع شخص مديون وبيضربه بالقلم برضه، فبيجري سيونج علشان يمسكه ولكن بيفشل. وبيركب الشخص ده المترو وبيبتسم بطريقة غريبة جدا. فبيروح سيونج للشخص المديون وبياخد منه الكارت بتاع المنظمة وبيحذره من انه يشارك في العاب المنظمة دي. وبعدها بنشوف سيونج وهو في المطار، ولحظتها بيتصل على المنظمة اللي بتسأله اذا كان حابب ينضم ليهم، فبيقول لهم ان اللي بيكلمهم سيونج اللاعب رقم 256، وبيقول لهم انه مش حصان وانه بشر، وبيطلب منهم يعرفوه هم بيكونوا مين. فبيرد عليه ان هو اللي بيطلب منه يركب طيارته وينساهم ويقفل المكالمة. فبيتراجع سيونج عن السفر لامريكا وبيمشي من المطار. وبكده نكون وصلنا لنهاية الموسم الاول من مسلسل لعبة الحبار او سكواد جيم. استنوا الموسم الثاني الحلقة الجاية وبس كده.